هاي الوصفه كثير رح تحبوها ورح تدمنوها الصيفيه. يعني خلص رح لا تعملوا ايس كريم، لا تجيبوا ايس كريم من برا، اعملوا هاي الوصفه كثير رح تحبوها. امم مو طبيعي قد ايه طيبه. وسهلا فيكم فيديو جديد ووصفه جديده معي انا شيف اريد. اليوم رح نعمل وصفه كثير طيبه، وهي الوصفه يعني فينا نقول هي من اختراعي انا. هيك اكتشفتها بالصدفه او اخترعتها بالصدفه، وعن جد طلعت كثير طيبه. وهلا هيك يعني هلا وقتها هي بالصيف، وهي بتصير كوصفه حلو. وفينا كمان نعملها كايس كريم، يعني هي ممكن تكون هيك وممكن تكون هيك. فخلونا نشوف اول شيء المكونات، وبعدها بحكي لكم كيف هيك اخترعت هي الوصفه. بس عن جد كثير وصفه طيبه ولازم تجربوها، يعني حتى اسمها لحد الان ماني مقرره شو اسمها، بس يعني انا بقول انه هو حلو، البسكويت والشوكولا والكريمه وهالقصص. فكتير وصفه رح تحبوها وكتير طيبه. فخلونا اول شيء نشوف مكونات الوصفه، بعدين رح نشوف كيف رح نحضرها سوا. مثل ما قلت لكم هي الوصفه يعني صايره بسكويت وكريمه وهالقصص. فهون عندي اول شيء باكيتين بسكويت ساده، فيكم تستخدموا اي نوع بسكويت متوفر عندكم. وعندي هون حليب وكاكاو وزبده. وعندي هون كمان نسكافيه، حطيت لها مي لحتى للتغطيس، يعني لنغطس فيها البسكويت. وعندي هون كمان شوكولا. وعندي هون معلقه سكر. وطبعا كريم شانتي والجيلاتين. كثير هذاك اليوم سالتوني عن الجيلاتين، انا هون تركيا بستخدم هذا النوع من الجيلاتين، كثير ممتاز وكثير كويس للحلويات يعني بشكل عام. ففيكم يعني تعملوا لقطه شاشه وتشوفوه موجود بالماركتات. اول شيء لازم نغطس البسكويت بالنسكافيه عنا، ونصفه بالبايركس يلي هون موجود عندنا. طبعا فيكم تستخدموا اي قالب متوفر عندكم، بس هي بالبايركس تطلع شكلها احلى وبتعطينا هيك مربعات مربعات. فانه الافضل تستخدموا بايركس، بايركس يكون مربع يعني. هلا اول شيء راح اغطس البسكويت مثل ما قلت لكم بالنسكافيه. على فكره هذا الحلو مثل ما قلت لكم اول شيء انه اخترعته بالصدفه. برمضان اتصلت علي امي وقلت لي انه عندي بسكويت وكريمه، فشو ممكن اعمل فيهم حلو، انه اعطيني هيك وصفه. فقال لها انه مثلا اعملي كذا، تقول لي لا، قال لها اعملي كذا، تقول لي لا ما بدي. فبالاخير قلت لها انه شو رايك تعملي حلو؟ قالت لي شو؟ قلت لها كثير يعني هيك جديد وطيب ولا هيك جت فكرته في راسي. قالت لي هاتي لنشوف. قالت لها اول شيء غطسي بسكويت حطيهم هيك بايركس. قلت لها بعدها اعملي مثل خليط السوسي وحطيه فوقها، وبعدها اخفقي كريمه وحطيهم فوقهم بيطلع طيب يعني. قالت والله بدي اجرب، يعني شكله شيء جديد. وبعدين انت جربتي؟ من قبل لا، بس هلا خطرت لي. ففعلا جربته وصار طيب. بعدها انا كمان جربته، فعن جد كثير كان طيب. بس لما انا جربته رجعت عملت عليه اضافات، حسيت انه الكريمه بدون جيلاتين كثير بتكون طريه وما لها متماسكه، فلهيك اني فضلت اني احط جيلاتين بقلبها، بصير قوام الكريمه عندنا مثل التشيز كيك، متماسكه وطريه بنفس الوقت. فيعني بعد ما جربت انا عملت عليها تعديلات للوصفه. وحتى بالاخير انه حطيت عليها كمان بالاخير طبقه بسكويت اللي رح تشوفوا كيف رح نعملها. فصارت عن جد مثل البوظه، يعني مثل الايس كريم صارت. وهيك يعني هي هيك الوصفه. فعن جد انه ليش حكيت لكم انا هاي الوصفه اخترعتها؟ لانه دائما ما في داعي انه انت تبحثي على فيديوهات او كذا اذا ما كان متوفر عندك مثلا مواد كثير. فيك انت مش هي اللي عندك تقومي تجربي وتخترعي وتطلع معك وصفه طيبه وجديده بنفس الوقت يعني. فلهيك دائما لا تعتمدوا بس على وصفات بتعرفوها او بتشوفوها فيديوهات. لا، جربوا انتم، دائما جربوا. يعني اذا ما انتم جربتوا ما راح ينجح معكم شيء، وما راح تكتشفوا شيء جديد. فدائما جربوا، حتى لو خربطتوا، حتى لو غلطتوا بالوصفه، حتى لو ما ضبطت معكم راح تعرفي وين غلطك وترجعي تعيديها وتنجح معك يعني اكيد. يعني انا قلت لكم هاي الوصفه انه جربتها طلعت طيبه، بس لما ضفت لها جيلاتين لا، حسيتها صارت افضل. فهيك يعني الواحد هيك ببلش انه يعمل وصفات خاصه فيه. وطبعا ما فيني اقول لكم انه كلياتنا انه مثلا لما بنعمل وصفه، طبعا الوصفات كلها بتكون عالميه ومكوناتها ومقاديرها عالميه، بس احنا اللي بنغير فيها، نحن اللي بنعملها حسب ما بنحبها وحسب ذوقنا الشخصي، ويكون خاصه فينا ونكهتها خاصه بكل حدا. يعني كل شيف عنده مثلا انه ممكن كل اي حدا مثلا يعمل اي نوع. لنفرض مثلا تشيز كيك، فكل شيف بيعملها بنكهه خاصه فيه، بتميز عن الشيف الثاني بطريقته بالنكهات اللي بحطها. بس هي طبعا بتكون يعني وحده، يعني هي مكوناتها الاساسيه مقاديرها ما بتتغير، بس نحن بنغير بالشيء اللي ممكن انه ما ياثر فيها، نعمل على طريقتنا. فيعني هذا بدي اقول لكم انه حتى لما انت بتاخذي اي وصفه من عندي من عند اي حدا،
دائما اعمليها بطريقتك، لا تاخذيها نسخ لصق، لا تاخذيها فوتوكوبي، لا دائما انت اعمليها بطريقتك، غيري بدلي، حطي بدل الحليب مي، بدل المي يعني انت دائما غيري بالوصفه حسب ما انت بتحبي. فهلا هون بعد ما صفيت البسكويت رح اتركه على طرف، ورح نبلش نعمل الطبقه الثانيه. هلا نعمل الطبقه الثانيه، رح احط هون انا كاسه حليب بالطنجره عنا، ورح احط كمان عليها كاكاو، عندي انا هون معلقتين من الكاكاو، وعندي معلقه سكر كمان رح اضيفها. طبعا اذا انتم بتحبوا حالاتها كثيره فيكم تضيفوا معلقتين او ثلاثه سكر، هذا الشيء بيرجع لكم حلاوتها. بس انا يعني هي الحلاوه بتكفي، وحتى انه بحب انه حتى ما بضيف اي سكر، بترجع على حلاوه البسكويت نفسه. هلا رح نحرك هيك اول شيء الخليط عنا على البارد، وبعدها رح ارفعه هلا على النار لحتى يغلي. بس يغلي عندي الخليط رح اطفي عليه النار، ورح اضيف عليه الزبده والشوكولا. هلا بعد ما غلي عنا هيك الخليط رح اضيف عليه الزبده، ورح حركها لحتى تذوب، ورح اضيف هون كمان شوكولا. انا عندي 100 جرام من الشوكولا. طبعا الشوكولا هي اختياريه، بتحبوا تضيفوها بتحبوا لا، الكميه اللي بتحبوا اكثر من هيك اقل كمان بصير، يعني ما في اي مشكله. هلا رح نحركهم كثير منيح سوا لحتى تذوب عنا الزبده والشوكولا مع الخليط الحليب. هلا بعد ما ذابت عنا الزبده مع الشوكولا مع بعضهم، رح اخذ هيك البسكويت ورح كسره بس هيك بالنص طقه وحده، ورح اضيفه على الخليط. طبعا رح نستعمل بهاي الوصفه باكيتين بسكويت، رح نحط لهيك الطبقات، وانا طبعا كمان شلت على طرف للطبقه الاخيره، واللي بيبقى كله بنضيفه على الخليط يلي هون عندنا خليط الشوكولا. بعد ما حطينا البسكويت هيك راح نحركهم لحتى يختلط عنا مع كل الصلصه، صلصه يعني مع صوص الشوكولا مو صوص بندوره. هلا انتم عم تحركوا هيك، كسروهم شوي كمان اذا حسيتوهم انه كثير كبار. طبعا اذا بتحبوا فيكم تضيفوا منكهات على الخليط، فيكم تضيفوا فانيليا، فيكم تضيفوا قرفه، فيكم تضيفوا جوز هند، فيكم تضيفوا قرنفل مطحون، فيكم مكسرات كمان بيصير، انتم يلي بتحبوا فيكم تضيفوها على الوصفه. بس انا هيك حابه اعملها كلاسيكيه وتكون سهله يعني، وحتى يعني احب ان تكون طعمه القهوه والكاكاو والشوكولا هي طعمه طاغيه، فلهيك ما ضفت عليها اي شيء. هلا بعد ما هيك خليط البسكويت صار عندي جاهز، رح ضيفه فوق البسكويت يلي حطيناه هون. هلا رح نمد خليط هيك، نحاول ما نطلع على الاطراف، يعني نوزع الخليط على قد البسكويت، ما نطلع على الاطراف عشان يطلع معنا شكله حلو وقت التقطيع ويبينوا الطبقات كلها. هيك صار عنا جاهز، نحطه بالبراد ليبرد عنا شوي. لا حبايبي رح نجهز طبقه الكريمه. انا لما قلت لكم عن المكونات تتنسى يعني يجيب على الطاوله الكريمه الخفق، فبنحتاج للكريمه عنا كريمه خفق، ما بعرف كيف نسيتها، المهم هلا بالاخير انتبهت. فراح اضيف هون انا اول شيء عندي كريمه خفق، وراح اضيف ما بصير يعني انه ما يصير هيك حوادث، ما بصير بدون حوادث، يلا مو مشكله، راح افضيها كثير منيح. وراح اضيف هون كمان هلا الكريمه الثانيه. كمان بدي لكم شغله، هلا انا عندي الكريمه بسكر، يعني هي حلوه كريمه الخفق. اذا انتم عندكم الكريمه بدون سكر ففيكم تضيفوا لها معلقتين سكر بودره. طبعا اذا كان في حال الكريمه بدون سكر، واذا كانت بسكر مثل انا بستعملها انا فما في داعي نحن نضيف لها سكر بودره. وهلا رح اضيف كمان كريم الشانتي، مكون هو اختياري، بس انا كثير بحب هاي النكهه. رح اضيف من هون عندي من المي تبعت النسكافيه، رح اضيف منها معلقه صغيره هيك، شوي معلقتين خلينا معلش، وراح اخلطها. طبعا هاي يعني هاي اختياريه، فيكم تضيفوا فيكم لا، اذا انتم بتحبوا نكهه النسكافيه ضيفوا، ما بتحبوا فيكم ما تضيفوا. هلا رح اخفقهم كثير منيح لحتى يصير عندنا يضاعف حجم الكريمه وتاخذ قوامها. هلا هيك الكريمه بعد ما خفقتها وصارت عندي جاهزه، شايفين كيف متماسكه وكثير حلوه. هلا هون انا عندي الجيلاتين دوبته بمي وراح اضيفه على الكريمه. طبعا الجيلاتين اذا ما كان متوفر عندكم فيكم تعملوا ولا الوصفه، لكن يعني مثل ما انتم شايفين اساسا الكريمه متماسكه،
بس الجيلاتين بيعطينا قوام كتير افضل، وخصوصي انه في حال اذا تركناها مثلا طلعناها برا البراد وهيك فرح تضل متماسكه وما بتذوب. فالافضل انه نضيف جيلاتين. ما عندكم جيلاتين، ما متوفر عندكم، طبعا فيكم تعملوها بلا جيلاتين وما بيأثر ابدا. حتى يعني لما رح تحطوا جيلاتين مثل ما قلت لكم رح تصير عندنا هذا الحلو مثل البوظه، مثل الايس كريم. فالافضل ان احنا نحط جيلاتين. يعني هذا بالاخير شيء برجع لكم، بدكم تحطوا بدكم لا، بس انا بقول لكم على الشيء الافضل اللي احنا ممكن نستخدمه بهاي الوصفه. بعد ما هيك صارت عندنا الكريمه جاهزه، كمان رح ضيفها على الخليط، ومثل ما قلت لكم انه ما طالعه برا حد الحلو يعني، فاهم؟ قدر الامكان بنعيفها كلها تكون في نفس القالب. رح نوزعها هلا هيك الكريمه. وهلا هيك صارت عندنا جاهزه. هلا رح نحط اخر طبقه اللي هي البسكويت عندنا. طبعا هلا هون اخر طبقه، اذا بتحبوا تتركوا البسكويت مثل ما هو، بتحبوا ترجعوا تغطسوه، هذا الشيء برجع لكم. انا رح اعمل له هيك تغطيسه بسيطه كتير وراح اضيفه. شايفين كتير تغطيسه بس ما بدي اياه يعني نحن بنقول يعني هيك يتشتش يصير كثير طري، بدي اياه يضل هم عم بيقرش وهم طري بنفس الوقت. وهلا هيك صارت عنا جاهزه، رح احطها بالبراد تقريبا ساعه لحتى هيك تتماسك المكونات كلها. هلا هيك بعد ما طلعت الحلو عنا بالفريزر بالبراد وقطعته، وكنت انا عم بسجل وفاجأت بالاخير انه الكاميرا عندي واقفه، فخلص يعني قطعته وخلصت. وحتى هون كنت طالعه قطعه وعطيتها عم بورجيها للكاميرا لحتى انتبهت انه الكاميرا واقفه وما بتشتغل، فقلت خلاص ما بدي اعيد من الاول، يعني ما في انه اشيل الخطوات المهمه. بس طلعتها من الفريزر وهيك قطعتها على حجم البسكويتات مربعات، وهيك صارت عندنا جاهزه. شايفين الطبقات، شايفين الالوان ما احلاها، طبقه البسكويت الكريمه، واهم شيء شايفين كيف الكريمه متماسكه يعني. هذا كله بفعل الجيلاتين، وانا بس تركتها بالبراد ربع نص ساعه. يعني انتوا تتركوها اكثر او بتحطوها بالفريزر فبتصير عندكم ايس كريم نظاميه، او اذا تركتوها بالبراد بس بتتماسك اكثر وبتصير كثير طيبه مثل التشيز كيك. هاي الوصفه كثير رح تحبوها ورح تدمنوها الصيفيه. يعني خلص رح لا تعملوا ايس كريم، لا تجيبوا ايس كريم من برا، اعملوا هاي الوصفه كثير رح تحبوها بدل البوصه. اصلا هي صارت مثل البوظه الساندويش، يعني مثل ايس كريم الساندويش. فشايفين؟ خلونا ندوقها. لا رح ندوقها سوا. طبعا ما في داعي لا للشوكه ولا للسكينه ولا للمعلقه ولا لاي شيء، تاخذوها هيك وناكل هيك بندوقها. خطيره خطيره، طيبه 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 تقولوا حاجه. الحلاوه كثير موزونه فيها وكثير طيبه، يعني بتجنن، كثير كثير طيبه. لازم تجربوا هاي الوصفه. كثير طيبه، يعني ما راح يجرب هاي الوصفه راح يروح عليه كثير. صدقوني جربوها واعملوها، راح تحبوها، راح تعملوها طول الصيف. هلا عن جد كثير طيبه. انا هلا طبعا بعد ما قطعتهم بدي احطهم، بدي غلفهم ورق سلوفان واحطهم بالفريزر وخلص. يعني كمان راح استخدمهم كايس كريم، بس انتم كمان فيكم تعملوا يعني كحلو كحلو بتقدموها. يعني هاي الوصفه اثنين بواحد، هم هي حلو وهم ايس كريم الاثنين سوا. امم مو طبيعي قد ايه طيبه. وهيك حبايبي بتكون خلصت وصفتنا لليوم، بتمنى تكون عجبتكم، تروحوا حبيتوها. واذا عجبتكم الوصفه وجربتوها لا تنسوا تكتبوا لي بالتعليقات، ولا تنسوا تشتركوا بالقناه اذا كنتوا اول مره بتتابعوني. بشوفكم فيديو جديد بوصفه جديده. سلام.